يعني ايه مفيش موظفين هنا؟ طب انا هعمل تشيك ان ازاي؟ انا حاجز اونلاين مش عارف، انا مفيش موظفين خالص. ملقناش اي موظفين خالص على الاطلاق. لازم مش عارف اعمل ايه. سيلا هنا بازل في سويسرا. عشان حتى نحجز. الحجز بيتم عن طريق الأجهزة دي، وزي ما احنا شايفين دلوقتي في ناس جاية تحجز يعني من غير ما تقابل أي موظفين أو أي شيء. المستقبل هياخدنا لفين؟ هل هيبقى متوفر؟ يعني الاوتيل اللي احنا فيه دلوقتي ما فيهوش اي موظفين، التنظيف فيه تلقائي، حتى انت بتقفل الغرفه بتتنظف من تلقاء نفسها، وبتيجي هنا حتى لو انت حاجز اونلاين بتيجي بتكونفيرم الحجز من هنا من غير اي ريسبشن او اي شيء. المستقبل هياخدنا لفين؟ مع العلم الذكاء الاصطناعي كمان لو انتشر هياخدنا لفين؟ هل هيبقى فيه وظايف بعد كده ولا لا؟ انا عن نفسي مش عارف. يا ترى مستقبل البشرية هيبقى ازاي مع تقدم الذكاء الاصطناعي وان هو استحوذ على عدد كبير من الوظائف؟ بعد كده هنلاقي شغل؟ هل بعد كده الناس هتلاقي شغل ولا لا؟ الذكاء الاصطناعي دخل في مجالات كتير جدا واخد فرص من ناس كتير جدا. الفندق اللي احنا فيه دلوقتي حالا في بازل السويسرية مفيش اي نوع من انواع الاستاف، مفيش حتى ريسبشن تقدر جهاز لوحي تقدر تدخل بياناتك عليه وتاخد المفتاح بتاع الغرفه. حتى تنظيف الغرفه مفيش اي نوع من انواع العاملين. هنا عاملين زي ثلاجه وكاتبين عليها اونستي بار، ان هي ثلاجه للامانه. هما سامحين لك ان انت ممكن تحط هنا الفلوس وتقدر تاخد اللي انت عايزه، والتلاجة مفتوحة، مفيش اي نوع من انواع التخوين او اي نوع من انواع ان ممكن حد يسرق حاجة او ياخد اي شيء مش من حقه. مع تقدم بشرية لازم الكونسبت ده يكون موجود، كونسبت الامانة، ان احنا ما نخونش بعض ومجتمع كله يعيش في امان، او مجتمع ما يسمى بالمجتمع الامن، ان كل الناس متوفرة لها الفرص وكل الناس متوفرة لها الحياة الكويسة اللي تقدر تعيش، اللي من خلالها ما تقدرش تبص على حاجة غيرها او ما تقدرش تاخد حاجة مش من حقها. في سؤال هنا انا هطرحه: هل مع تقدم الذكاء الاصطناعي البشرية هتعيش في سلام او لا؟ هل حالات الحروب هتنتهي مع تقدم الذكاء الاصطناعي؟ هل الفرص هتزيد ولا هتقل؟